لو سمحت عايزة فيتامين د يكون مناسب ليا ولسن 10 سنين لابني، يعني يكون نوع حلو كده. طب حضرتك حللتي ليكي او لابنك؟ لا لا لا، انا ما حللتش، ما هي الناس كلها بتاخد عادي من غير تحليل، يعني هي جت عليا انا اللي اروح احلل. وبعدين انا سمعت ان هو حلو للبشره والعظم ويخلي ابني مصحصح كده للمذاكره. شوفي كده نوع حلو هاتيه هاتيه. لا حضرتك لازم تحللي قبل ما تاخدي فيتامين د، وخلي بالك الجرعه الزياده ممكن تعمل تسمم. لو حسيتي باعراض زي وجع في المفاصل، تساقط في الشعر، اكتئاب، زياده في الوزن، مقاومه انسولين، عدم تركيز، لازم تحللي. وكمان ابنك لو حسيتي ان هو بيجيله ادوار برد متكرره، يعني مناعته قليله، بيشتكي ان رجله وجعاه، مش مركز، الاعراض دي بتقولك لازم تحللي. طيب ما انا عندي نفس الاعراض اللي انت بتقوليها دي بالظبط، يعني اديني نوع كويس. انا مش فاضيه انا للتحاليل والكلام ده. وبعدين مش انت اللي قلتي ان احنا نشرب الحقن عادي جدا؟ احنا لما بنيجي نتكلم عن اعراض نقص الفيتامينات بيبقى قصدنا البيشنت لو حاسس بالاعراض دي بنلفت نظره ان هو لازم يحلل. ما ينفعش ناخد مكمل غذائي من نفسنا. وانا ما قلتش ان كل الحقن ينفع للشرب، حقنة الديفارول بس اللي قلت عليها ينفع تتشرب او تتاخد حقن. يعني مش هتدهوني؟ طب اكتبي لي اسمه فرقة عشان هروح اجيبه من اي حتة.